Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'aruf ismu kamil Muhammad Rizkal Rika bin Tarmizi bin Muhammad Gadeh. Tarikul milad wulidtu bi ulim fit tarikh 13 as-sanah 25,000. Madrasatul akhirah kuntu mutakarrijan min madrasatil ibtidaiyah al-hukumiyah Merdu Pidijaya. Unwanu kamil unwani fi qaryati ulim al-mantiqah Pidijaya al-asimah Aceh. أنا من فصل ثاني ثالث مدرسي في الدورات اللغات العربية أستاذ مذكر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى أو مسح بعض شعر في حد الرأس. ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بكلكتين وغيرها. ولو وصل رأسه جاز ولو وضع يده مبلولة ولم يحركها جاز. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأسبوع زائدة كما سبق في اليدين. Dan bermula yang keempat itu menyapu sebagian kepala. Dari mana dia sapu sebagian kepala? Dari laki-laki atau perempuan atau khunsa, atau menyapu sebagian rambut. Pada apa dia sapu? Pada patasan kepala. Dan tidak tertentulah tangan. Bagi apa dia tertentu? Bagi menyapu. Tetapi boleh ia menyapu dengan kain perca dan lainnya kain perca. Dan jikalau membasuh ia seseorang akan kepalanya seseorang, niscaya boleh ia. Dan jikalau meletak ia seseorang akan tangannya seseorang yang basah, dan tidak menggerak ia seseorang akan tangannya, niscaya boleh ia. Dan bermula yang kelima itu membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Jika tidak adalah orang yang berwudu itu memakai bagi dua sepatu. Maka jika adalah orang yang berwudu itu memakai bagi dua sepatu, niscaya wajiblah atasnya seseorang oleh menyapu dua sepatu atau membasuh dua kaki. Dan wajiblah membasuh akan barang atas keduanya dua kaki. Dari mana barang tersebut? Dari bulu, daging, dan jari yang lebih, sebagaimana barang yang telah terdahulu pada tangan. Taib, fi hadhihi al-fursati as-samina uridu an ashraha lakum jami'an bil munasabah wudu'. Wa kama arafna في أسبوع الماضي وكما شرح والدنا أمامنا جميعا. والآن نستمر مبحث الفروض الوضوء، يعني فرض الرابع وهو مس بعض الرأس. إذن ما المقصود مس بعض الرأس؟ يعني مس بعض بشرة الرأس. أما إذا كان شعر خرجت عن حد الرأس على سبيل المثال سلعة التي تنبت فيها وتخرج عنه أي طويلة، طبعا هل يصح المس أم لا؟ فيها قولين. قول أول هو قول ظاهر، وإمام الشبر الماليزي قول ظاهر أنه يكفي المس على البصرة ولو خرجت عن حد الرأس على سبيل المثال سلعة كما قلت آنفا. وقول الثاني هو قول الجمهور، وإمام الشبر الماليزي يقول لا يصح المس على البصرة عن الحد الرأس كشعر خارج عن حده. نعم، نسألكم سؤالا، على من يجب مس بعض الرأس أو الشعر؟ هيا أجيبوا، هيا أجيبوا. يعني يجب مس بعض الرأس أو الشعر على كل مسلم ومسلمات من ذكر بالغ أو أنثى أو خنثى.
وكذلك يجوز علينا أن نمسح بعض الرأس لكن لا تخرج عن حد الرأس ولا تتعين اليد للمسي بمعنى لا يجب علينا أن نمسح بعض الرأس باليد فقط لكن يصح بغير اليد وهو بكركة من شفح وغيرها ولو غسل رأسه جاز أم لا وهو من أفضل الوضوء أو السنات الوضوء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها هل يصح أم لا؟ طبعا يصح جدا. زرحين سأبين لكم فرض الخامس من فروض الوضوء يعني فرض الخامس يعني غسل الرجلين مع الكعبين. أما كيفيتها لا بد علينا عندما نغسل الرجلين أن نزيل فوق الكعبين يعني على حد الكعبين. لماذا؟ لإتمام الواجب بدليل القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا إذا كان الشخص يغسل رجليه في محل من الميضة مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع غفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم بنية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء فإنه لا يضر. هذا كلها من فرض الخامس وهو غسل الرجلين مع الكعبين. فإن لم يكن المتوضئ مستخدما خفين أي لابسا خفين فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعات وأسماء زائدة كما سبق في اليدين. شكرا على استماعكم جميعا والعفو منكم ففاض علينا رحمة الله وتوفيقه ونحن من عباده الصالحين المقربين إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Man makaman bil lughatil Inggrisiyah. Kesimpulannya min lughatil Inggrisiyah.